السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحاب رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وبعد فترة غياب رجعنا لكم تاني بأخبار النادي الأهلي النهاردة، وزي كل مرة معانا حبة أخبار إن شاء الله تعجبكم. حابب أفكركم زي كل مرة بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، لايك التمام. يلا بينا على أول خبر وما نطولش عليكم أكتر من كده. اتفاق مبدئي بين الأهلي والنجم الساحلي على خوض الودية بينهم يوم 27 يوليو. لقاء الأهلي الودي أمام النجم الساحلي قد يكون الظهور الأول للفريق بالتيشيرت الثاني. أنهى الخطيب أجازته لحضور اجتماع مهم مع شركة الكرة وأحد مسؤولي نادي الريان المتواجد حاليا في القاهرة، وذلك لمناقشة تفاصيل صفقة انتقال وسام أبو علي. تلقى الأهلي عرضا رسميا من الريان القطري لضم الفلسطيني وسام أبو علي، وعرض آخر من نادي الوصل الإماراتي، العرضين ب8 مليون دولار، والأهلي محدد سعر من 10 ل 12 مليون دولار. المقابل المادي المعروض على وسام كراتب سنوي هو 5.5 مليون دولار. صندوق الاستثمار السعودي يخاطب الأهلي معرفة إمكانيات التعاقد مع المغربي أشرف داري لصالح أحد أندية دوري يلو، والنادي يرحب بالتفاوض. العرض القطري وصل إلى المغربي أشرف داري من نادي الدحيل وليس الريان، ولم يدخل حيز الجدية حتى اللحظة، مجرد استفسار وتفاوض مبدئي. يضع الدحيل أشرف داري كخيار ثاني في حالة تعثر مفاوضات النادي القطري مع مدافع آخر أوروبي الجنسية. الأهلي يدرس حاليا تحويل إعارة أحمد رمضان بيكهام إلى تعاقد بشكل نهائي. سيراميكا يطلب ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة وخالد عبد الفتاح في صفقة بيع نهائي، والأهلي رد بالموافقة حال موافقة الثنائي على الصفقة. خالد عبد الفتاح يقترب من الانتقال إلى زد، لكن لم تحسم بسبب الصفقة الثلاثية الجارية التفاوض عليها في الوقت الحالي بين الأهلي وسيراميكا. خالد عبد الفتاح يقترب من الانتقال إلى زد، لكن لم تحسم بسبب الصفقة الثلاثية الجاري التفاوض عليها في الوقت الحالي بين الأهلي وسيراميكا. الأهلي وافق على طلب سيراميكا في صفقة منفصلة عن الصفقات التبادلية باستعارة أحمد عبد القادر، وطلب من النادي التفاوض مع اللاعب على الراتب. الأهلي رفض الموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد إن كان على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لسيراميكا. ياسر إبراهيم يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي تمهيدا للسفر مع الأهلي إلى تونس. استقرت إدارة الكرة على ضرورة التفاوض مع أسد الحملاوي ويوسف ساليتش، وكذلك في السعي لضم مصطفى محمد لتعويض وسام أبو علي. الأهلي وافق على إعارة كريستو إلى النجم الساحلي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء. مفاوضات انتقال أحمد رضا إلى زد على سبيل الإعارة مهددة بسبب مطالبه المالية، ويمتلك 4 عروض من أندية في الدوري المصري. هنا أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان نكون وصلنا لآخر خبر معنا النهاردة. يا رب تكون كل أخبارنا عجبتكم. أشوفكم بكرة مع أخبار جديدة. وقبل ما أمشي وأسيبكم حابب أفكركم زي كل مرة، لو وصلتوا معايا لآخر الخبر معنا النهاردة حابب أفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم بكرة على ألف خير. سلام.